السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة جدا، ومش بتاخد مننا وقت خالص. يعني وبمكونات بسيطة جدا، يعني لا فيها بيض ولا زيت ولا الكلام ده. عملت كيكة المج. انا كنت قاعدة عايزة اكل حاجة حلوة، نيمت عيالي، وفي الحبة اللي في النص ساعة اللي بقعدهم دول بحب ان انا اقعد مع نفسي كده، اروق على نفسي شوية علشان اعرف اكمل لتاني يوم. يعني زي ما بيقولوا كده، فاصل ونواصل. فانا ما عنديش حاجه حلوه في التلاجة وما عنديش بيض، طب انا اعمل ايه؟ نفسي في كيكه، طيب نفسي في اي حاجه. قمت عامله المج ده، سهل وبسيط جدا وهيتعمل معاكي في اقل من نص ساعه. يلا بينا نبدا وصفتنا، بس الاول ما تنسوش اشتراكنا وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديدنا حلويات. يلا بينا. جبت المج بتاعي، مهم ان هو يكون قابل ان هو يتحط في فرن او ميكرويف. وحطيت فيه معلقتين دقيق، نص معلقه من الكاكاو، معلقتين من السكر، ونص معلقه من بيكنج باودر. وقلبت كل ده مع بعضه كويس جدا. وبعد كده نزلت عليه ب4 معالق لبن بالظبط. انا كان عندي في حدود 6 معالق لبن، حطيت منهم 4 وخليت الاتنين التانيين ان انا اسقي بيهم الكيكاية عشان تبقى هشة وطرية كده اول ما تطلع من الفرن. وحطيت سنة الفانيليا البسيطة اللي انتوا شايفينها دي. انا حاطة فانيليا سايلة، لو انت عندك فانيليا متلية عادي جدا. وبعد كده قمت غاليه لها ميه بقى. طب انا ما عنديش لبن يكمل، غليت ميه عادي مش اشكال. الجيش بيقولك اتصرف. بعد كده حطيت المية سنة سنة خالص كده لحد ما القوام بقى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا ده دلوقتي. قوامها قوام الكيكة العادية. طبعا احنا هنعملها معاملة الكيكة العادية. فتحنا لها الفرن على درجة حرارة 180. القوام بصوا انتوا شايفينه. حطيتها في الفرن لمدة ربع ساعة، يعني ما كملتش كمان الربع ساعة. وطلعتها. طبعا الفرن ما يتفتحش عليها، وكل قواعد الكيكة دي مسحت الحواف بتاعتها كده بمسحة منديل كده. وبعد كده دخلتها الفرن. بصوا بقى الجمال، بصوا الطراوة، بصوا الطراوة أصلا من قبل ما أشربها معلقتين اللبن. ما شاء الله عليها. يعني طالعة هشة وطرية وكمان من غير بيض يعني. جميلة جدا. ده أنا هعتمدها أصلا. قمت مخرماها كده بالستيكس، وبعد كده قمت حاطه لها معلقتين اللبن. وقمت جايبه، كان عندي في الفريزر حبه شوكولاته، معلش حبة كريم شانتيه كده. قمت جايبة عليهم كيس أوريو، مش الأوريو اللي احنا قطعناه، لأ لا خالص. أوريو المصري بتاعنا. جايبة عليهم أوريو، قمت مكسراه وقمت حطاه وحطيت طبقة. وبعد الطبقة دي جبت الصوص الشوكولاتة الاقتصادي اللي أنا على طول بعمله في البيت، دايما بيكون في التلاجة لأن أولادي على طول بيحبوه. وحطيت برضو طبقة من صوص الشوكولاتة. طب انتي ليه محطيش في سوسيرة أو أي حاجة؟ أنا مش عايزة أوسخ أي مواعين، يا دوبك المج اللي وسخته والمعلقة اللي بعمل بيها. لان انا مشطبه الطباخه ومخليه الدنيا زي الفل. مش لسه هغسل مواعين وهقف في المطبخ. انا بقول ساعه اروق على نفسي، مش هتعب نفسي. سبتها في الفريزر تجمد شويه، وكان عندي شوكولاته بيضه. قمت عاملاها بقشره البطاطس. وطلعت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم ازوق انا كمان لنفسي، مزوقش ليه؟ وطلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بجد كان طعمها رهيب رهيب رهيب. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ولو جربتوها متنسوش تكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم، ولو عايزين اي حاجة ان انا اعملها لكم قولولي. ما تنسوش اشتراكنا يا حلويات.